تعالوا بينا ندخل على أحداث فيلمنا الجديد واللي بيبتدي مع أب اسمه تشارلي وهو بيترفض من شغله ومش بيلاقي شغل تاني فبيضطر يشتغل داتا. بس ازاي تشارلي هيقدر يعمل ده وهو راجل؟ هنعرف كل ده، ولكن تعالى بقى بحكي لك القصة من أولها. وقبل ما نبتدي بس حبيت أفكرك تنزل الأول تشارك بسرعة في القناة وتفعل زر الجرس عشان تكون أول واحد يوصله إشعار نزول أفلامنا ومسلسلاتنا الجديدة اللي هتنزل هنا على القناة. وبينا ندخل على قصتنا النهاردة. بتبدأ القصة مع بين ابن تشارلي وهو بيصحيه عشان يروح شغله، وبسرعة بيلبس تشارلي وبيفضل يدور على حاجته مش بيلاقيها، وده بسبب ان ابنه بين كان بيلعب بيها لدرجة انه بيلاقي موبايله في ثلاجة وبيلم حاجته والاوراق الخاصة بشغله. وقبل ما يخرج بتقول له زوجته كام انه ما يتأخرش لانهم وراهم ميعاد مقابلة حضانة ابنهم. وفي الشغل لما بيوصل تشارلي بيقول له فول صاحبه انهم واقعين في مشكلة كبيرة لان الممثل اللي كانوا متفقين معاه اعتذر ومفيش حد بداله يصور الاعلان، فمش بيلاقي قدامه غير مارفن بتاع البريد وبيتفق معاه يصور الاعلان، لكن الموضوع بيفشل وبتطلع فكرة غلط. بيعدي اليوم وبيخلص تشارلي شغله وبيروح بسرعة على حضانة ابنهم وبتكون زوجته مستنياه هناك. ولما بيدخلوا الحضانة بينبهر تشارلي من رقي ونظام المكان اللي ما كانش يتخيل انه يبقى بالمستوى ده. وبتقول هاردن مديرة المدرسة لكيم زوجة تشارلي انها قرأت الملف بتاعهم انها محامية، فبتقول لها كيم انها ما بتشتغلش من بعد التخرج بسبب انها اتجوزت وخلفت. في الوقت ده بيكون تشارلي مشغول جدا ومش مركز معاهم بسبب المكالمات اللي عماله تجيله من شغله، فبتقول له كيم يا ريت يقفل الموبايل شويه ويركز معاهم. فجاه بيفتكر تشارلي ميعاد مهم فبيضطر يعتذر لهم ويسيبهم ويمشي. وبعد ما بيمشي بتدي هاردن مديرة المدرسه الورقه الخاصه بتفاصيل المناهج ونظام الحضانه وقيمه الاشتراك لكيم. ولما بتشوفها كيم بتشوف ثمن الاشتراك بتكون فاكره ان ده ثمن الاشتراك في سنه، لكن بتقول لها المديره ان ده قيمه الاشتراك في الشهر الواحد. بتتصدم كيم في الاول لكن بتوافق بعد كده. في البيت بتجهز كيم الغدا وعلى الاكل بتسال كيم ابنها عن اول يوم في الحضانه، بيقول لها انه لسه ما عندوش اصحاب هناك وده مضايقه جدا. ولما بتسال تشارلي عن يومه بيقول لها انه اترفد من شغله هو وشويه من زمايله، لكنه بيطمنها وبيقول لها انه في خلال اسبوع هيلاقي شغل تاني وده لانه شاطر في شغله وعنده خبره كبيره فيه. بيعدي 6 اسابيع على تشارلي وبيكون لسه مش لاقي شغل والفلوس اللي معاهم مش هتكفي مصاريفهم ومصاريف حضانه ابنهم، فبيقرروا انه ينقلوه من حضانته لحضانه تانيه بتكون مصاريفها اقل. وبيروحوا يشوفوا اكتر من حضانه ولكن بيكونوا كلهم مستواهم سيء جدا في كل حاجه، فبيقرروا ان هم يخلوا ابنهم في البيت وابوه يخلي باله منه، وده لان كيم بتكون اشتغلت لحد ما وضعهم يتحسن وتشارلي يلاقي شغل تاني. بياخد تشارلي ابنه بين وبيروحوا للجنينه وهناك بيقابل صاحبه فول اللي كان بيشتغل معاه في شركه واترفد هو كمان وابنه معاه. بيكون تشارلي قاعد يراقب الامهات اللي في الجنينه وبيشوف قد ايه هم بيعانوا مع اولادهم، فبتجيله فكره وهي انه يفتح مركز رعايه للاطفال. ولما بيعرض تشارلي الفكره على فول صاحبه بيقول له ان دي حاجه هم ما بيفهموش فيها وهتكون صعبه عليهم جدا، لكن تشارلي بيكون مؤمن بالفكره قوي. ولما بيرجع البيت بيكلم كيم مراته وبيحاول يقنعها، بيقول لها انهم حتى لو فشلوا فمش هتكون مشكله كبيره قوي وانه مش ضروري ان المشروع يحقق ربح كبير دلوقتي، ولكن كفايه بس يكفي احتياجاتهم الماديه لحد ما يلاقي شغل تاني مناسب. بيقول لها تشارلي انه مش هيعرف يستحمل انه يفضل قاعد في البيت كده مش بيعمل اي حاجه في حياته، وبيوافق كيم اخيرا على فكره تشارلي. فبينزل كيم تاني يوم هو وصاحبه فول وبيعمل اعلانات للحضانه بتاعته وبيروح يوزعها في النوادي والسوبر ماركت وكل الاماكن اللي بتتجمع فيها الستات. وبيجهز تشارلي مكان في بيته وبيروحوا امهات عشان يشتركوا لاولادهم في الحضانه بتاعته، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيشوفوا ان اصحاب الحضانه 2 رجاله، وده بيخلي الامهات يقلقوا شويه من الفكره، ولكنهم بيشجعوا لما بيشوفوا ام بتحجز لابنها في الحضانه عندهم، فبيشتركوا باقي الامهات في الحضانه من باب تجربه. وفي اول يوم لتشارلي وفول مع الاطفال بيكون الوضع صعب شويه، ولما بيحاولوا يشرحوا للاطفال النظام والقواعد اللي هيمشوا عليها بياخدوا الاطفال منهم الورق اللي في ايدهم وبيقطعوه مش بيسمعوا الكلام. فبيقرر تشارلي انه هيتعامل معاهم زي ما بيتعامل مع ابنه بين. بيكون بين قاعد مراقب الموقف وهو متضايق لان ابوه مهتم بالاطفال التانيين وبيلعب معاهم ومش مهتم بيه. وفي وقت الاكل بيجيبوا للاطفال حلويات وشوكليت كتير عشان يكسبوا حب الاطفال ليهم وللمكان. وفي حضانه بين بتلاحظ المديره هاردن ان عدد الاطفال بدا يقل وده بيكون اول مره يحصل. بنرجع لتشارلي وفول وهما بيحاولوا يسيطروا على الاطفال اللي طاقتهم بتعلى جدا بسبب السكريات اللي اكلوها، وبيفضلوا يجروا في البيت كله بيوقعوا كل حاجه على الارض لدرجه انهم بيناموا في مكانهم فجاه بسبب المجهود اللي عملوه. ولما بيوصلوا امهات الاطفال بيلاقوا اولادهم هادين ونايمين وبيتبسطوا جدا وثقتهم بتزيد في المكان. بيمشي فول وابنه بعد ما الاطفال بيمشوا مع امهاتهم. في الوقت ده بيلاحظ تشارلي ان ابنه بين قاعد لوحده في اوضته وزعلان منه عشان هو اهتم بالاطفال اكتر منه. بيطلع تشارلي يعتذر لابنه وبيحكي له قصه لحد ما هما الاثنين بيروحوا في النوم. وثاني يوم لما بيروح فول على بيت تشارلي بيقول له ان امهات جديده شاركت معاهم الاطفال والعدد زاد وده هيخليهم في حاجه لزياده الانشطه عندهم في الحضانه، ولكن بيلاحظ ان الاطفال ابتدوا يكسروا كل حاجه في
الجنينة ويخربوا الألعاب، فبيدخلوهم جوه البيت وبيعملوا لهم فقرات استعراضية وهم لابسين الأزياء اللي تشارلي كان بيستخدمها في شغله القديم. وفي حضانة بين القديمة بنشوف المديرة هاردن وهي متضايقة لأن عدد الأطفال قل جدا، وده بسبب حضانة تشارلي. قرر هاردن إنها تعمل فيهم شكوى، ولما بيوصل مندوب الإدارة التعليمية على بيت تشارلي عشان يعين المكان بيقول لهم على كل الحاجات اللي محتاجينهم وبيقول لهم تعليمات السلامة والأمان، وبيقرر يساعدهم لأنهم رجالة زيه. بالفعل بيجهز تشارلي وفول المكان زي ما موظف الإدارة التعليمية قال لهم، ولما بيرجع مرة تانية عشان يكتب عنهم التقرير اللي هيقدمه للإدارة بيلاقيهم عملوا كل حاجة زي ما قال لهم. وأثناء وجود الموظف معاهم في الحضانة بيجي مارفن ساعي البريد اللي كان في شغل تشارلي القديم عشان يوصل له آخر مرتب له، فبيستغل تشارلي وجوده وبيطلب منه إنه يخلي باله من الأطفال على ما يخلصوا كلام مع الموظف. ولما بيسألهم الموظف عنه بيقولوا له إنه بيشتغل معاهم وإنه المسؤول عن رعاية الأطفال. وبيكون مارفن عارف يسيطر على الأطفال لدرجة إنهم بيتفاعلوا معاه لما بيلعبهم، ولما موظف الإدارة بيشوف ده بيديلهم تصريح إنهم يزاولوا المهنة وإنهم عندهم كل معايير السلام والأمانة. وبيقول لتشارلي إن مديرة حضانة تاتمان واللي بتبقى حضانة ابنه القديمة إن هي اللي عملت فيهم شكوى. بيقرر تشارلي وفول إنهم يروحوا يتكلموا معاها ويقولوا لها إننا عرفنا إنك يا هاردن يا صفرة اللي عملتي فينا شكوى، وبيقولوا لها كمان إنهم هيثبتوا لها إنهم قد التحدي معاها وهينجحوا. وفي الحضانة بيعمل تشارلي وفول اجتماع للأطفال وبيسألوهم عن الحاجات اللي نفسهم تبقى موجودة في الحضانة، وبيقولوا له الأطفال كل الحاجات اللي محتاجينها. بيبقى مارفن واقف بيسجلها كلها، واللي بيبقى من ضمنها إن الحضانة تعمل يوم للرسم ويوم يسمحوا لهم فيه يقضوا وقت مع حيواناتهم الأليفة، ويكون في نشاط زي السباحة، وكمان يسمحوا لهم بالفرجة على الأفلام ويسمعوا موسيقى. وبنلاحظ إن بين بدأ يتفاعل مع الأطفال وجوه الحضانة، وبنشوف تشارلي وهو بيقول لزوجته إنه بدأ يتعلق بالأطفال جدا وحبهم كلهم. بتستغرب زوجته وبتقول له إنها عمرها ما شافته متحمس لحاجة زي كده. وفي حضانة تاتمان بنشوف المديرة وهي بتقرر إنها تعمل شكوى مرة تانية في حضانة تشارلي لأنها ما بقاش عندها ولا طفل في حضانتها. ولما بيروح لهم الموظف مرة تانية بيقول لهم إن عدد الأطفال كبير جدا على المكان لأنهم شغالين في منطقة سكنية، وإن قدامهم حل من الاتنين: يقللوا عدد الأطفال ل 12 طفل بس يا ينقلوا المكان تاني أكبر. ولما بيفكروا تشارلي وفول في الموضوع بيكون صعب عليهم إنهم يستغنوا عن أي طفل لأنهم بيكونوا اتعلقوا بيهم كلهم، فبيقرروا إنهم ينقلوا المكان تاني أكبر وأحسن، وبيعملوا دعاية للمكان الجديد في كل حتة. ولما هاردن بتشوف الإعلان بتحس باليأس وبتقرر إنها تروح تتكلم مع تشارلي بنفسها وبتعرض عليه إنه يرجع لشغله القديم ويسيب لها الأطفال مقابل إنها تقلل قيمة المصروفات. فبيفكر تشارلي كلامها بجدية، خصوصا إنه في الوقت ده بيكون جاي له عرض شغل بمرتب كبير وفي شركة أكبر من شركته القديمة. وبيقول لفول ومارفن على العرض اللي جاله وبيقول لهم إنه هياخدهم يشتغلوا معاه في الشركة الجديدة، ولكن بيعترض مارفن على كلامه وبيقول له إنه ما عندوش استعداد يستغنى عن الأطفال لأنه لقى نفسه معاهم، وبيتضايق وبيسيبهم وبيمشي، على عكس فول اللي بيبقى شايف إن دي فرصة كبيرة وجاية لهم ومش لازم يضيعوها. بيروح تشارلي وفول اجتماع التسويق في الشركة الجديدة، ولما بيقلب في الورق اللي معاه بيلاقي رسمة كان رسمها له ابنه بن، فبيقرر ساعتها من غير تفكير إنه يقدم استقالته ويرجع يكمل في مشروع الحضانة. وبعدها بيروح هو وفول لمارفن وبياخدوه معاهم وبيروحوا على حضانة تاتمان وبيقولوا لها لهاردن إن طريقتها في تعليم الأطفال غلط لأنها بتفرض عليهم اللي هي شايفاه إنه صح وما بتبهمش يختاروا أي حاجة هم حابينها على عكس ما هو بيعمل معاهم، وده بيخليهم واثقين في نفسهم وفي اختياراتهم، وكمان بيساعدهم يكونوا مبدعين أكتر. وبياخد الأطفال وبيرجعوا يملكوا مشروعهم ويفتحوا مركز رعاية كبير للأطفال. وفي الناحية الثانية بتقفل هاردن حضانتها وبتروح تشتغل عسكري مرور. وهنختم أحداث قصتنا على كده. لو أنت متابع جديد ما تنساش تشترك بسرعة في القناة.